موضوع ديفيد لينش ده كبر قوي، وانا بقيت مش عارفه امسك نفسي من ان انا اوقف الفيديو واوقف كتابه الفيديو. كل شويه الاقي معلومات اكتر ان انا اقدر اقولها، وفي نفس الوقت بقيت حاسه ان الفيديوهات هتطول قوي. فبقول لكم ايه، احنا ممكن نقلبها سلسله كده، هتبقى سلسله ديفيد لينش لحد ما اخلص الحوار ده. اول حلقه في السلسله دي اتكلمنا على مين هو ديفيد لينش، ايه هي افلامه، ايه هي الفكره بتاعت افلامه. الحلقه المره دي رقم 2 هنتكلم على اشهر مسلسل في تاريخ المسلسلات، توين بيكس، وهنتكلم على الفيلم اللي بيحصل برضو في عالم توين بيكس اللي هو فيلم فاير ووك وذ مي. ماشي، توين بيكس هو مسلسل من 3 سيزونز من اخراج والكرييشن بتاع ديفيد لينش وواحد اسمه مارك فروست. هنسمع الاسم ده كتير قوي. مسلسل غموض ورعب وسريالي ودراما. المسلسل ده بدأ سنه 1990 على قناه اي بي سي. اتعمل منه موسمين وبعد كده اتكنسل سنه 91، واتكنسل بطريقه انا لسه التفاصيل جايه، ولكن رجع تاني بعدها ب 25 سنه 2017، واتعمل على قناه تانية اللي هي شو تايم. نبدا كده من الاول خالص. ديفيد لينش ومارك فروست قرروا ان هم عايزين يعملوا مسلسل توين بيكس. الموضوع جه ازاي؟ كانوا عايزين يعملوا فيلم مع شركه وارنر بروز عن قصه حياه مارلين مونرو، والفيلم ده كان هيبقى اسمه جادس، ولكن الموضوع ما كملش والحوار فركش، ولكن هما الاثنين فضلوا صحاب. فقرروا ان هم عايزين يعملوا مسلسل شبه السوب اوبراز. السوب اوبرا ده نوع من انواع المسلسلات اللي بيبقى بيحصل في وقت طويل جدا، وبيفضل بقى ايه، يتابع جيل ورا جيل ورا جيل، حاجه دراماتيكيه قوي، وعايزين يمزجوه مع الغموض والجرائم البوليسيه كده. اول حلقه من توين بيكس نزلت وكان الاستقبال عليها ممتاز، وحلقه ورا حلقه لحد ما السيزون خلص وكان استقبال الناس مازال ممتاز والارقام كويسه، فجدد لها انها يتعمل لها سيزون 2. مسلسل توين بيكس مش عارفه اقول لكم بالظبط هو بيتكلم على ايه لان الموضوع كبير جدا، ولكن لو احنا جردنا كل حاجه من تفاصيلها، الموضوع بيبتدي ان في حد بيلاقي جثه في النيل بتاعت واحده من سكان مدينه توين بيكس، شابه صغيره اسمها لورا بالمر، وتتحول الجريمه دي الى سؤال كبير قوي بيهز الامان والاستقرار اللي موجود في مدينه توين بيكس. الجريمه دي هي اس الفساد في الانتاج، لان بعد تجديد موسم الثاني من توين بيكس بقى في رايين. راي الانتاج اللي بيقول احنا خلاص في جريمه وفي سؤال، يلا بينا بقى نجاوب على السؤال، ورأي ديفيد لينش اللي هو كان رافض تماما ان احنا نقول مين اللي عمل كده في لورا بالمر او يبقى في اي نوع من الاجابات على الاسئله، لان هو كان عايز يجرد المواضيع دي ويخليها حاجه ابستراكت او تجريبيه شويه، اسئله فلسفيه اكتر، يعني الموضوع يبقى بيرمز بقى للشر والكلام ده. واللي اتفرج على توين بيكس هيعرف ان توين بيكس فلسفيه شويه وفيها رموز كتيره قوي، القهوه والدونتس والاشجار والبومه والكيكات. اول سيزون من توين بيكس خد 14 ايمي نومينيشن، ولما حصل مشاكل الانتاج دي وقناه اي بي سي ارغمت ديفيد لينش ان هو ياخد مسار هو مش عاجبه وضد رؤيته، وحس ان الرؤيه بتاعته لم تحترم، والحلقه الاخيره من السيزون اللي هي فيها الاجابه نزلت بعدم رضاه وغصب عنه. قرر ان هو هيعتذر عن توين بيكس، ولكن في نفس الوقت تم الغاء توين بيكس والشو got cancelled completely. السيزون الثاني من توين بيكس كان كارثه حرفيا. النص الاولاني من السيزون ممتاز وعلى نفس النمط والطريقه اللي اتعمل عليها السيزون الاولاني، ولكن النص الثاني من السيزون انت كمشاهد شايف كل المشاكل اللي بتحصل في الانتاج، تضارب الاراء والناس اللي هي زعلانه من بعض وتضارب الافكار والسكتين المختلفه، كل ده انت حاسس بيه كمشاهد. وخلاص توين بيكس انتهى امره، وديفيد لينش خلاص ساب الموضوع وكمل حياته ومسيرته كمخرج. وبعد 25 سنه 2017 توين بيكس نزل بسيزون 3. ايه بقى اللي حصل وايه الحوار ده؟ لان اللي يعرف ان ما بين سيزون 2 وسيزون 3 ديفيد لينش كان رافض تماما، مع ان المسلسل ده كان عنده شعبيه تكاد تكون مرعبه، الناس كانت بتعشق. انا لسه هجيلكوا بقى في جزء من الفيديو ده بكلمكم على تاثير ديفيد لينش وتاثير توين بيكس بالاخص على جميع انواع الفنون. فديفيد لينش كان رافض تماما ان احنا نكمل موضوع توين بيكس ده، ولكن ايه بقى اللي اقنعه؟ بعد ما توين بيكس اتكنسل كانت حاجه محبطه جدا على ديفيد لينش، والمسلسل ارقامه والمشاهدات بتاعته واعجاب الناس ليه انحدر تماما، وطبعا كلنا كنا عارفين ليه، والمنتجين كانوا عارفين ان هم خدوا قرار غلط وخدوا سكه غلط، وان اللي كان عامل النجاح ده كان اكشلي رؤيه ديفيد لينش. ولكن لما هم عرضوا على ديفيد لينش ان هو يبقى عنده الحريه التامه 100% ان هو يعمل اللي هو عايزه في سيزون 3 من توين بيكس، وان هي هتبقى على قناه تانية بمنتجين تانيين، مفيش اي نوع من التشينز او اي نوع من السلاسل اللي هتربطه، نزل السيزون الثالث من توين بيكس من 18 حلقه. وكان برضو ديفيد لينش ومارك فروست ورا كل حاجه موجوده في توين بيكس، وبسبب الحريه المفرطه اللي كانت مسموحه لهم في سيزون 3 طلعوا رؤيه 10 على 10. ديفيد لينش طلع بالظبط اللي كان موجود في دماغه، سيزون سريالي وتقيل وفلسفي ورائع. ليه بقى توين بيكس ده مسلسل كويس؟ ليه تتفرج على توين بيكس؟ توين بيكس عرف ان هو يصنع عالم،
انا قلت لكم في الحلقه الاولانيه ان اهم حاجه بتميز ديفيد لينش عن اي مخرج تاني ان هو مهتم قوي بفكره الاتموسفير، ان يبقى فيه روح معينه في الصناعات بتاعته، فايب كده معين، فايب بتاع ديفيد لينش. لما انت تسمع الموسيقى دي مع الصوت ده مع الالوان دي مع الممثلين دول، تعرف ان انت بتتفرج على حاجه لديفيد لينش. في توين بيكس هو عارف يصنع عالم مميز جدا، يخلق عالم شبه بتاعنا بس هو مش شبه بتاعنا، وعرف يوظف كل فئات الصناعه انها تصب في فكره الاتموسفير والاحساس المعين ده، من بقى موسيقى وتمثيل وسكريبت وعالم وبناء وكل حاجه، عالم متكامل تفاصيله كلها واضحه، شخصياته وروحه وريحته وحتى القوانين اللي بيمشي بيها. وبالتالي تعالوا بقى نتكلم على ازاي توين بيكس اثر على المسلسلات والتلفزيون من بعده. توين بيكس غير مستقبل التلفزيون وصناعه المسلسلات دائما وابدا. ديفيد تشيس وده الكرييتور بتاع مسلسل ذا سوبرانوس كان بيقول ان اي حد بيعمل مسلسل حلقاته ساعه او اكتر وبيقول ان هو مش متاثر بتوين بيكس بتاع ديفيد لينش فهو بيكذب على نفسه. ناس تانية كتيره من صناع ريفرديل واكس فايلز وليجن وفارجو وبيتس موتيل وحتى دونالد جلوفر بتاع اتلانتا، كل واحد منهم كان طلع في انترفيو بيقول ان ديفيد لينش وتوين بيكس في الاخص هو سبب اساسي من ان هو عمل المسلسل بتاعه. حتى جرافيتي فولز في حلقه كامله عن قوانين وتاريخ توين بيكس. توين بيكس ادى للصانع مؤشرات هو ايه الصح اللي المفروض يتعمل في المسلسلات. قبل توين بيكس كانت الناس كلها بتعمل دراما عائليه، من مين طلق مين ومين جوز مين ومين خلف ايه. توين بيكس دخل عالم المسلسلات وعالم التلفزيون فكره ان يبقى فيه عالم، في المدينة دي ليها الطابع الخاص بتاعتها وليها الشخصيات بتوعها وليها القوانين بتاعتها. ده كان كونسبت مش موجود قوي قبل توين بيكس. فكره ان انت تعمل جريمه تقيله زي جريمه القتل موجوده جوه مسلسل، دي كانت فكره مش موجوده قوي، لان انت المسلسلات دي حاجه للعائلات يقعدوا يتغدوا عليها والكلام ده ما كانش موجود قبل توين بيكس. فكره انك تشوف مناظر سرياليه جدا انت مش فاهم معناها، دي كانت اول مره تبقى موجوده في عالم التلفزيون. فكره ان المسلسل يبقى فلسفي ومليان طبقات واسئله كتيره ورموز كتيره، ده ما كانش موجود في التلفزيون. فديفيد لينش عمل جانرا جديده. المسلسلات اللي بعدها حاجه يعني ابسط مثال سيفرنس اللي شغال حاليا، ده مقتبس بشكل او باخر من توين بيكس، وغيرها بقى من مئات الالاف من المسلسلات. توين بيكس كان برضو مؤثر جدا على عالم الموسيقى بتاعه توين بيكس دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، مش بس في بناء الاتموسفير والاحساس اللي ديفيد لينش اصلا بيتميز بيه، ولكن هي خلقت جانرا فعلا بقى جديده اسمها الدريم بوب. حد كبير قوي زي لانا ديل ري قالت بشكل واضح وصريح ان هي بدات تعمل موسيقى عشان كان عاجبها حاجات توين بيكس وانها بتعمل موسيقى شبه بتوع توين بيكس. لانا ديل ري هي بتعمل دريمي بوب وده مستوحاه من موسيقى انجلو بادالامانتي. فحد تاني غير لانا ديل ري بيتش هاوس باند باستيل عامله اغنيه اسمها لورا بارمر. في سيزون 3 من توين بيكس ديفيد لينش عمل حاجه مميزه قوي، وهو ان بعد كل حلقه ما بتخلص في كافيه. الكافيه ده فيه مكان ممكن حد يقعد يغني فيه، فمع نهايه كل حلقه بيبقى فيه استعراض لباند او مغني او فنان بيعمل بيه الموسيقى دي من ناس مشهوره قوي وناس مش مشهوره قوي، ناس زي 9 انش نيل وشارون فان ايتن وايدي فيدر، كل دول كانوا طالعين في توين بيكس. باند تاني زي تشو عامل ألبوم كامل اسمه Plays the Music of توين بيكس. حتى توين بيكس مؤثر بشكل مباشر على الفن التشكيلي والرسومات عامه، فبقى في كده نوع معين من الجانرز انت راسم حاجه شبه توين بيكس، عالم هوائي كده مليان تفاصيل والزجزاج بتاع الابيض واسود والاحمر. في حاجه في التوين بيكس اسمها الريد روم ده طريقه الديكور بتاعها والالوان المتناسقه بتاعتها كانت فكره مرعبه، بسبب ان هي المكان ده بيبقى مش بيخضع لقوانين الانسان الطبيعي ولا العالم اللي احنا فيه، وكان بيمثل المكان اللي بيحصل فيه نوع من انواع الماجيكال رياليزم، اداه من ادوات السرياليه. طيب سلمى، ايه حوار افلام توين بيكس؟ انا عارف ان في مسلسل بس في برضو افلام. في فيلم اسمه فاير ووك وذ مي ده كان فيلم المفروض يبقى جزء من 3 اجزاء، ولكن بسبب عدم تلقي الناس بطريقه بوزيتيف خالص الفيلم ده فما اتعملش منه الجزئين التانيين. فاير ووك وذ مي هو فيلم بيحصل في عالم توين بيكس في الوقت اللي اتعمل فيه توين بيكس، ولكن كان بيتابع ناس مختلفه، وكان واحد من المين كاركترز ديفيد بوي. وديفيد بوي كان من الناس اللي مؤمنه جدا بتوين بيكس وكان بيحب جدا ديفيد لينش. معلومه اثرائيه كده على السريع، مارك فروست اللي هو واحد من الكرييترز بتوع توين بيكس اللي انا كنت بكلمكم عنه، هو وديفيد لينش حاولوا يعملوا مسلسل فرعي لواحدة من الكاركترز الموجودة في توين بيكس اسمها اودري، ولكن المشروع ده ما نجحش قوي وتحول بعد كده لفيلم مالهولند درايف.
دي كده قصة صناعة توين بيكس وتأثيرها على عوالم الفنون المختلفة. ولو عايزين بقى شرح تفصيلي لمعنى كل رمز في توين بيكس وكمان التايم لاين، لان التايم لاين ده حوار شوية في توين بيكس، انا ممكن اعمل لكم فيديو مختلف تماما عن دول. في الفيديوهات التانية انا هتكلم على الفنون المختلفة اللي ديفيد لينش بيعملها، لان هو كان فنان تشكيلي ورسام وشاعر و50 ألف مليون حاجة تانية بعيدا عن السينما. وفي الجزء الاخير من السلسله دي هنتكلم عن التكنيكس وطريقه التصوير والتيمات المعينه اللي ديفيد لينش بيستخدمها في صناعه الافلام بتاعته. توين بيكس ده عالم كبير جدا، انت من كتر ما انت تبقى متعود على الناس والشخصيات والاماكن اللي هم بيروحوها، على ديل كوبر. ان ديفيد لينش طلع في مسلسل توين بيكس ككاركتر كان ظابط. الظابط ده او يعني محقق، المحقق ده صوته رفيع قوي وكان فعلا كان مضحك جدا. توين بيكس كمان هو عالم شبه عالمنا برضو، في شر، في ناس منافسنا من بعض، في ناس بتحب بعض، في ألفة وفي صداقة وفي جيران. انا بجد كل كام سنة كده بحس ان انا نفسي ارجع تاني عالم توين بيكس، لان هو كمان كل نواحي الفنون بتتغذى عندك لما تيجي تتفرج على توين بيكس. بتلاقي ان في موسيقى رهيبة، في تمثيل حلو قوي، في سكريبت حلو قوي، في هيومر، وكمان ديفيد لينش عنده هيومر حلو قوي. فكمان لما بتلاقي حد مثلا بيمثل بطريقة غريبة في توين بيكس بيبقى هو قاصد يتريق على نوع من انواع الممثلين او الستيريوتايبس بتوع الكاركترز اللي موجوده في نوع من انواع المسلسلات اللي هو السوب اوبرز. ديفيد لينش واحد من المخرجين اللي فعلا يستاهل وقتكم، وانا لو فضلت اتكلم عن الراجل ده لحد بكره انا بجد انا مسكت نفسي بالعافيه ان السكريبت ده ما يبقاش 50 ساعه، لان انا توين بيكس بالذات من الحاجات اللي انا بحبها قوي وفاهمه فيها قوي، وكنت ممكن اطول اكتر من كده، بس انا عايزه السلسله دي تبقى بتخلص بحيث انتوا تستفيدوا اكتر. ولو اي حد منكم شاف اي فيلم بتاع ديفيد لينش من الحلقه الاولانيه يقول لي في الكومنتس ويقول لي ايه رايه. انا عارفه ان ديفيد لينش مش من المخرجين اللي انا اقدر ارشحها بقلب جامد، لان هو زي ما قلت لكم قبل كده بيخاطب فئه معينه من الناس اللي هي بتتفرج على الافلام، ومش كل حد هيستسهل افلامه او يفهمها او حتى يستظرفها. فانت لو شفت فيلم من افلام ديفيد لينش وما عجبكش وحسيت ان دي مش لغه انت عايز تتكلمها خالص، مفيش اي مشكله خالص. توين بيكس يعتبر الدوسج بتاع السرياليه بتاع ديفيد لينش قليله قوي فيه، هي ما زالت موجوده وبالذات في سيزون 3، ولكن ايا كان انت فين في عالم الافلام لازم تشوف لك فيلم من ديفيد لينش عشان تفهم ان الراجل ده بيعمل حاجه مختلفه. انت مش هتشوف فيلم تاني على كوكب الارض شبه افلام ديفيد لينش. بس كده، لو عجبكم الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفولو مي اون تيك توك وانستجرام وفيسبوك وتويتر وليتر بوكس. ولو في مخرج معين، حقبه زمنيه معينه، فنان معين في السينما تحبوا ان انتوا تعرفوا عنه اكتر، اكتبوا لي اسمه في الكومنتس وهعمل لكم كبسوله كده تظبط لكم الموضوع. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.